سكرين، ده فلتر شبكي، ده مانع انسداد للرشاش. بعد كده قوة دفع المية بتاعتي بتحرك الجزء الداخلي للرشاش اللي هو التربون، بحيث ان الطاقة بتاعتي بتتحول لطاقة ميكانيكية. بعد كده الطاقة دي بتتنقل بين اجزاء التروس اللي موجودة في الرشاش، ومن خلالها بتتم عملية تحريك الرشاش، وبالتالي المية بتخرج من النزل اللي موجودة في الرشاش. دي فكرة او آلية العمل بتاع الرشاش الروتور. طبعا اي شركة لما بتصمم الرشاش بتاعتها بحيث انها تديك الماكسيمم افشنسي اللي هو اعلى كفاءة للنزل دي عند الاوبتيمم بريشر اللي هو الضغط المثالي بتاعك. ودي صور هتوضح لك تأثير الضغط على الكفاءة بتاعة تشغيل الرشاش بتاعي، بحيث ان في الصورة دي الرشاش عندي شغال هنا عند الاوبتيمم بريشر او الضغط اللي انا مصمم عنده الفوهة او الرشاش بتاعي عشان يشتغل باعلى كفاءة، فمطلع لي المية بتاعتي مظبوط. على عكس ان في الحالة دي ان الرشاش هنا معرض لضغط كبير، بالتالي قطرات المية بتاعتي هتبقى صغيرة، وبالتالي فهتتأثر بالرياح. طيب ازاي اعرف اصلا السكرين؟